احنا بنطالب باتفاقيات دوليه، ان الدوله بتاعتنا تعمل اتفاقيات مع دول الجوار وتشوف مصالحنا، لان احنا كده متعطلين خالص، تعبانين. احنا بنطالب بتوثيق التساريح وزيادة الايام، عشان الايام ما بتكفيناش في الاستراحة خالص. واحنا برضو بنطالب بالايام، لان الناس مصالحها اتعطلت، مفيش اي انتاج. الايام يعني يعمل ايه؟ زيادة الايام من شهر الكام؟ من شهر مثلا ل 40 يوم، مش بنطالب اكتر من كده. احنا بنطالب بفتح الايام او بتوثيق المراكب عشان نمشي قانوني ونمشي ايامنا، ما نعملش غيابات يعني بنطالب بالايام، لان دي يعتبر مصانع، والدوله يعني توقف مصنع ليه وهو في 25 راجل شغالين، وبنطالب بالايام عشان احنا بناخد 30 يوم، بنطالب ب5 ايام زياده او توثيق. احنا بنطالب برضه بالايام والتوثيق، لان الدوله كده هتستفيد وتستفيد. لما مراكب زي دي تتوقف يبقى حرام، لما مراكب زي دي تقف كده بالمنظر ده يبقى حرام. احنا ما بنطلبش حاجه من الدوله، ولا بنطلب معاشات، ولا بنطلب مرتبات. احنا بنطلب ايام، ما احناش بنطلب المستحيل. احنا بنطالب بزيادة الايام والتساريح على طريق الدولة يعني. ده بيفيد الدولة بحاجة؟ يفيدها طبعا. ازاي؟ بيفيدها طبعا بيفيدها، بتاخد لها نسبة من التسريح. ماديا يعني؟ ماديا. ماشي، شكرا.